هاجمت وزيرة الرياضة الفرنسية أفعال لاعبي والجماهير الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022. وقالت وزيرة الرياضة أن هناك بعض الأفعال المثيرة للجدل من جانب لاعبي الأرجنتين بعد التتويج بلقب المونديال. وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية: بقدر التصرف النموذجي والذي صدر من فريقنا الفرنسي بعد خسارة النهائي، كان احتفال المنتخب الأرجنتيني بالفوز غير أنيق. وأضافت وقالت: كانت هناك تصرفات غير لائقة ومثيرة للشفقة، بالإضافة إلى إهانات عنصرية ضد لاعبتنا. وشددت وزيرة الرياضة الفرنسية على الإجراءات التي اتخذها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وقالت: أجرينا إجراءات مختلفة، إنه أمر مروع للغاية. هؤلاء الأولاد بذلوا قصارى جهدهم من أجل فريق فرنسا، بالتالي من الضروري أن ندعمهم. وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قدم شكوى لنظيره الأرجنتيني بسبب أفعال حارس المرمى في نهائي كأس العالم 2022، حيث احتفل بطريقة استفزازية خلال تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم. وذكر كيليان امبابي نجم فرنسا في أكثر من لقطة.